اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفتي المتميزه اللي بكون مستمتعه بلقائها في كل مره بقابلها فيه، دكتور امل محسن، استشاري الصحه النفسيه وعضو المجلس الامريكي للاستشاريين النفسيين. يا دكتور منوراني. ده نورك يا منى يا جميله. انا ببقى يعني انت كمان متميزه وانا ببقى مبسوطه قوي وانا معاكي، صدقيني حبيبتي منورانا، ووشك ربنا حلو يخليك. على الاهلي ووشك حلو الحمد على لله. المصري على مصر الحمد لله. كلها. والاهلي الف مبروك للاهلاويه، ويا رب لاخر المباراه كده يا رب يا رب نفضل يا رب فايزين يا رب ان شاء الله. يا رب. حلقتنا الحمد لله بدأ بطاقة حلوة، طاقة فوز. ايوه ودي حاجة لطيفة جدا. ايوه. بس من طاقة الفوز بقى عايزين نشوف ايه الطاقة اللي موجودة في الوسط الفني، على السوشيال ميديا، في الأعمال الدرامية اللي احنا بنشوفها. واحنا بنتكلم وبنحضر مع بعض للحلقة قلت لي ان احنا عندنا طاقة معكوسة. ده حقيقي. ازاي بقى طاقتنا معكوسة؟ بنشتغل عكس نفسنا. عكس يعني ايه يعني ايه طاقه معكوسه؟ يعني انسان بيشتغل ضد نفسه وضد مصلحته. بدل ما يشتغل على نفسه انه يبقى احسن ويبقى ايجابي اكتر وتبقى طاقته مظبوطه وتبقى حياتنا لطيفه، احنا شغالين عكس نفسنا. فنلاقي مثلا حد عامل حاجه كويسه، نجاح مثلا، او بيعدي بازمه او كده، نبتدي بقى بدل مثلا ما ندعمه نفسيا او ناخد الجانب الايجابي. اصل ما فيش حد كامل يا منى. طبعا. الكمال لله وحده لا شريك له. طبعا. والانبياء عليهم السلام وعليهم الصلاة والسلام، الأنبياء كلهم اختلفوا عليهم. فمش هنيجي عند البني آدمين أو عند الفن وهيبقى ده استثناء، مش هينفع. فأكيد الفن والشهرة وكده ده ليه تمن بيدفعوا أصحابه من خصوصيتهم ومن سمعتهم ومن حالتهم النفسية طبعا وكده، صح؟ أكيد. فالمفروض إنه أي مجتمع بيبقى فيه حد ناجح في حتة، المفروض ان احنا عشان نبقى طاقتنا مش معكوسه ان احنا ندعم هذا الشخص، ولو في سلبيات نغض البصر عن السلبيات دي. ده المفروض. ده لو الانسان طاقته عاديه مش معكوسه. اي مجتمع غربي بيقدر جدا اي حد بيخترع اي حاجه او بيقدم اي فن من اي نوع، او حد متميز في المدرسه او حد متميز في الجامعه. احنا فين وفين لما بنشوف التقدير ده او النوع ده من التقدير في بلدنا للاسف. يعني لما بنشوفه بنقول يا اخيرا في حد بيتقدر او في موهبه ذكروها او في حد دعموه او كده. صحيح. فاحنا القاعده العامه ان احنا بنشتغل عكس نفسنا. احنا يا ريت الناس اللي هي بتدور بس على الترند وعلى كده، يعني الترند ما بيجيش من فضايح الناس، الترند ما بيجيش من نقط ضعف الناس، الترند ما بيجيش من تزوير الحقائق، الترند ما بيجيش من ان انا اهدم بني ادم او اهدم اسره. لانه الفنان او الاعلامي او الشخص المشهور ده لما انا بوظف كل بقى معرفش بيسموهم ايه، اللجان واللي معرفش، انا نفسي اقعد مع الناس اللي هي بتقعد تعمل كده دي واتبرع لها بسيشن واسالها سؤال مهم: انت بتحس بايه وانت بتكتب كده او بتعمل كده؟ بتحس بايه وانت بتقبض من المشاهده؟ بتبقى حاسس ان دي حاجه حلال ولا حاجه حرام؟ وانت بتهدم شخص تاني. وانت بتهدم شخص تاني علشان تجيب اعلى مشاهده وطلع لك بقى فلوس من المشاهده دي. مش هم بتوع السوشيال ميديا او بالنسبه لهم المشاهدات اهم. القنوات اللي هي على اليوتيوب. اسمها ايه، على اليوتيوب وعلى وعلى التيك توك وعلى الحاجات دي بيقبضوا فلوس او بيجي لهم فلوس نسبه من المشاهده. فانت لما بتفضح بني ادم او تكسر بني ادم او تودي بني ادم في داهيه او تدمر له سمعته واسرته، تمام، انت حاسس بقى ان الفلوس اللي انت بتاخدها دي حلال؟ طب الفلوس دي انت لما تعيا وتصرفها او لما تصرفها على اولادك انت من جواك بتنام ازاي او بتبرر لنفسك ازاي؟ نفسي جدا والله العظيم صدق الموضوع ده. هو شايف نفسه صح اكيد، وشايف نفسه ان انا كمان نجحت ان انا هدمته مثلا، او انا نجحت ان انا قلت عليه كلام وحش والناس صدقته. ما هي الاستفاده؟ يعني دايما قبل ما نعمل اي حاجه ايه الهدف من ورا اللي انا بعمله ده؟ ايوه افكر. لازم يعني ما هو الفرق بين الانسان اللي طاقته مظبوطه وطاقته مش مظبوطه، الانسان بيفكر طول الوقت، يا بيفكر خير يا بيفكر شر، يا بيفكر في مصلحته ومصلحه المجتمع ومصلحه الاخرين. شوفي انا رتبتهم ازاي. أيوة. يا اما عكس كده يا اما عكس كده. فهو
ايه الفايده اللي هتعود على الناس اللي هي متخصصه في ترويج الاشاعات او تضخيم الاشاعات؟ تضخيمها، ممكن تضخيمها. تضخيمها. طيب خلينا نتكلم بقى عن نماذج وأمثلة حية. ساعات كتير قوي بنشوف عندنا نماذج في مصر ناجحة بشكل كبير قوي في مجالات الرياضة، في مجالات الفن، يعني ممكن في العلم كمان، بس طبعاً. للأسف مش ملقى عليه الضوء بشكل كبير. بالظبط. وبنشوف دايما مش كل الناس بتحتفي بيهم، في ناس بتحتفي بيهم، الأغلبية العظمى لأ. في ناس عادي كده على السوشيال ميديا ما لهمش علاقة أساسا بالموضوع، بس بيدخلوا ماشيين مع الموجة. يعني يلاقوا مثلا الإعلامي الفلاني مثلا بيتريق أو بيتنمر على ممثل معين أو لاعب رياضة معين، تلاقيهم برضو ناس دخلت معاه ومشيت مع الموجة. وفي ناس لأ. ايه اللي بيخلي الناس تمشي في الموضوع ده؟ وايه اللي انا يخليني عندي واحد ناجح عمل مثلا 10 نجاحات في 10 سنين وعنده سقطة واحدة او 2، ليه بقى بمسك له على السقطة او ال2 دول واضخمهم واكبرهم؟ بصي، في ناس كده، ما هو ده اللي انا كنت بقوله في الاول، نفسي اعرف هي الناس ليه يعني نفس السؤال بتاعك، هي ليه الناس تعمل كده؟ التنمر على السوشيال ميديا اصبح وسيله، سلاح محدش عارف حدوده ايه ومداه فين لتدمير البشريه. ليه بقى؟ لانه ما فيش حد اتعتق ده كله. حتى رؤساء الدول والملوك ما برضو بيتنمروا بيهم. فمن اقل بني ادم لاعلى بني ادم التنمر ده موجود. طب لو فصلنا، لان في ناس بتقولك انا مش بتنمر، انا مثلا الفستان ده مش عاجبني فانا بقول انه مش عاجبني. طيب في مكياجها مش عاجبني فبقول ان مكياجها مش عاجبني. في اسلوب، في فرق ان انا اطلع اقول. وبعدين معلش انا اسفه باللي انا هقوله ده، من انتم علشان يعني ايه نوع الدراسه بتاعتكم؟ علشان يعني في ناس متخصصه في تحليل الفاشن، ليها تايتل وليها دراسه وليها خبره وليها سمعه وليها حاجات كتير قوي، عشان انا اقدر اطلع النهارده انتقد مكياج واحده او شعر واحده او طريقه لبس او الالوان او قصه الفستان او كده. انا مين علشان اطلع اقول كده؟ يعني ايه العلم اللي عندي والخبره اللي عندي عشان اطلع احلل حاجه زي كده؟ فهو برضو كل واحد حر في رايه لنفسه، مش يعني ما تكتبهوش، مش مسألة ما تكتبيهوش، اذا كتبتيه اكتبيه بادب وقولي ده مجرد راي شخصي. لكن هي ليه بقت التطاول هو ملك الترند؟ على قد ما انا هطلع ازعق واتريق واهين، اصل في فرق بين النقد والرأي وفرق ما بين الاهانه والتسفيه بالاخرين. كمان احنا يعني برضو هفترض ان احنا زي ما بيقولوا احنا شعب متدين، مش بيقولوا كده برضو؟ طيب الشعب المتدين ده مش عارف ان في سورة في القرآن، سورة بتقول ويل لكل همزة لمزة؟ يعني ايه ويل يعني التريقة، يعني التنمر، يعني الاستخفاف والاستهزاء بالآخر. ليه بقى؟ لأن من ناحية علمية بحتة الإنسان ده جهاز إرسال واستقبال، وكل واحد فينا ليه طبيعة. فأكثر الناس حساسية وعرضة للأمراض نتيجة الحساسية المفرطة الفنانين. يعني دايما الفنان بيبقى له طبيعة خاصة. يعني مش كل الناس فنانين. بنقول عليه فنان ليه؟ لأنه فنان بيعرف يحس، بيعرف يتقمص، بيعرف يعيش شخصية، بيأدي دورها لو كان ممثل أو بيقول قصيدة شعرية أو بيغني أو صح ولا غلط؟ صح. فالفنان بطبيعة الحال، الفنانين بشكل عام مذكر أو مؤنث بيكونوا أكثر حساسية ويعني ومشاعرهم مرهفة أكتر من الشغلانات التانية. تمام. فكمان الشخص ده عنده أسرة، يعني عنده أب وأم وعنده زوجة، عنده أولاد أو عنده إخوات، عنده عيلة طبعا. تمام. فتأثير أي حاجة على الشخص ده بتنعكس على أسرته وعيلته. طبعا. ممكن يبقوا ولاده ما يعرفوش ينزلوا في الشارع، ممكن يبقى مامته تحس بالإهانة، ممكن يعني فالإهانة هنا بتبقى 5D مجسمة جدا وممتدة المفعول. والناس دي عشان هم حساسين بزيادة بيتأثروا جدا نفسيا وبالتالي عضويا. اوكي.
وهم بيبقوا اكتر عرضه للاكتئاب وللتقوقع والحاجات كتيره جدا جدا جدا. فاللي بيقعد بقى يحارب في الناس دي هو عمره ما فكر في كده، مع انه برضو في الدين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فلو احنا فكرنا بابسط مبادئ الديانه او الاديان، والاديان كلها نزلت عشان الاخلاق، عشان اعرف انا وانتي نتعامل ازاي، صحيح. وانا وجاري نتعامل ازاي، وانا وابني يعني الاديان نزلت تنظم العلاقات الانسانيه. العباده انت بتعبدي ربنا، بتصلي ما بتصليش دي مشكلتك، دي حاجه خاصه بينك وبين ربنا. لكن انا اعرف انت متدين ولا لا من اخلاقك، من تعاملك من مع تنظيم حواليك. تعاملك معايا ومع الاخرين. يعني ما اختلفش على الكلام ده اتنين متهيألي. اكيد. فيعني ايه، يعني يمكن انا النهارده مستفزه جدا من كتر الهجوم اللي على السوشيال ميديا، اللي على كل الناس، على الملوك، على الرؤساء، على الصحفيين، على الناس المشهوره، اي حد على اتحط تحت بقعه ضوء حصل عليه كده. طيب خلينا نتكلم في نقطه ثانيه، ان انا دلوقتي احيانا كتير بشوف اعمال دراميه العمل الدرامي نفسه فيه تنمر. يعني بيبقى بطل العمل او بطله العمل يا اما الناس بتتنمر عليهم لو مثلا يعني اوفر ويت مثلا، لو وهي نفسها بتستخدم ده مثلا للكوميديا، او البطل نفسه هو اللي بيتريق على حد تاني. طب ما هو انا برضو كمتلقي وقاعد بتفرج على الحاجات دي، ما انا شايفه الابطال يعني المثل الاعلى اللي انا بحبه بتفرج عليه وهو طالع يهزر ويتريق والناس بتضحك. طب ثانيه واحده بس نقف هنا شويه. الرساله من الدراما، ما هي الدراما؟ الدراما هي مرايه المجتمع. المخرج او المؤلف هو مبدع عنده رساله. ما هي الرساله؟ اي حد في الدنيا من اول ما السينما اتعملت لحد ما تخلص، هو عامل الفيلم ده بيعكس شريحه من المجتمع، بيناقش هذه الشريحه من حيث مشاكلها الاجتماعيه والماديه والاخلاقيه والاجراميه احيانا. علشان ايه يا منى؟ علشان احنا نتعلم ونتفادى ده، مش عشان نقلده ديفينتلي. لان مثلا العبقري السقا لما عمل الفيلم، فكرني بالاسم وفضلك، الفيلم اللي كانوا يقولوا اخره بيقتلوا بعض ده، ابراهيم الابيض. هل احمد السقا والمخرج بتاع الفيلم والمؤلف بتاع الفيلم لما عمل مروان وحيد حامد هو المخرج، لما عملوا ده كانوا عايزين الناس تنزل تقتل بعض، ولا بينتقدوا او بيحطوا الضوء على حاجه غلط بتحصل فانتبهوا ما تعملوش كده؟ ايوه بس انا مش غصب عليا. لما بنعمل خيانه الازواج والزوجات، هل احنا عايزين الرجاله كلها تفضل تخون والستات تخون؟ لا. ولا احنا بنقول يا جماعه خدوا بالكم ما حدش يعمل كده؟ لما بنعمل فيلم عن المخدرات عشان الناس تضرب مخدرات، ولا عشان الناس تشوف الى اي مدى هي شيء مهين للانسان؟ ما هو ده لو اتقدم بالطريقه اللي حضرتك بتقولي عليها، ان انا بقول يا جماعه ان ده وحش وعاقبه الفعل اللي انت عملته ده اخرتها مش كويس. ما هو دي رساله من اي مسلسل واي فيلم. لكن احيانا اعمال تانية لا، بيجيبوا ان البطل هو لطيف وظريف، انه بيعاكس الستات مثلا وبيتحرش بيهم، وهو كده طالع انه دمه خفيف. ابدا قال انه لطيف التحرش، لكن ممكن يعني نقول انه لطيف. انا معاكي، لطيف الراجل اللي هو احيانا بيقولوا عليه باد بوي، او الراجل اللي مقطع سمكه وديلها، هو ده الراجل اللذيذ اللي بيعرف يعني يبلف البنات ويبلف الستات ويعرف يتعامل بشياكه، مش متحرش يعني. لكن التحرش ده مرفوض تماما، التحرش ده جريمه. لكن اللذاذه والذكاء في انه يتعامل مع المراه دي بتيجي طبعا من حاجات مش مستحبه برضه. بس هو في الاخر يا جماعه انا عايزه اتكلم من على الارض، مش عايزه اقعد اقول كلام انشائي ملوش اي لازمه. بصي اصل انا بقول لك كده ليه، احنا عندنا نجوم اسامي عظيمه واسامي كبيره جدا، مش عايزه اقول بقى اسامي عشان الناس ما تزعلش. بيطلع ان هو مثلا يقوم ضارب اللي قدامه على قفاه، ضارب اللي قدامه بالقلم. يا جماعه ده بيطلع من سياق للدراما، لانه ده بيحصل، ده سياق للدراما. احنا الدراما دي مرايه للمجتمع. لا هتشوفي فيلم مثلا امريكاني او فيلم ياباني هتلاقي الفضاء والكواكب اللي مش عارفه بتطير والكائنات الفضائيه، لان هو دي دماغهم، دي ثقافتهم، ده الابحاث بتاعتهم. هتروحي مصر هتلاقي الافلام اللي انت والمسلسلات اللي انت بتشوفيها، هتلاقي المرأة المعيلة، هتلاقي تعدد الزوجات، هتلاقي العنف الأسري، صح ولا غلط؟ صح. بس أنا بخاف بقى من الدراما ليه؟ لأنها ليها تأثير تراكمي فظيع. إن أنا دلوقتي شفت مشهد في مسلسل لازم يشغل دماغه شوية يا منى، وهو صغير مش هيشغل دماغه. أنا بجرب الموضوع ده على نفسي. نحط معلش، يعني أنا الحاجات اللي شفتها وأنا عندي 10 سنين و15 سنة، لما جيت أتفرج عليها لما كبرت عشرينات وثلاثينات لا يعني يا جماعة ازاي أنا كنت شايفة وده شايفاه حلو؟
طيب احنا لازم نتعلم ثقافه برضو بتاعت نحط رقم عمري على الشيء اللي بنتفرج عليه. يعني لازم نقول مثلا تحت 18 ما يتفرجش، تحت 21 ما يتفرجش، تحت 7 سنين ما يتفرجش. ده لازم، يعني اتس تايم ان احنا نبتدي نعمل كده. لانه انا وانا عملوه عندي سنتين 20 تلاتة سنه وبعد وبتفرج كده على ملوش أي عبده تجديد. موته، غير لما انا عندي 30، غير وانا عندي 10، يعني هتفرق. ايوه. ليه انا اتفرج وانا عندي 7 سنين او 8 سنين على فيلم فيه خيانه ازواج ليه؟ ما انا قاعد جنب ماما بقى بتفرج. ليه؟ يعني ايه الفايده اللي ما هتعود؟ هنا لازم تبقى رقابه من الاهل كمان، ان ايه اللي ولادهم بابا يشوفوه وما وماما في حاجات ما يشوفوهوش. بنتفرجش عليها مع بعض. بس تمام. طيب نتكلم بقى عن نماذج تانية موجودة عندنا في المجتمع ونماذج ناجحة. بدل ما يعني بنحتفي بيها ونقول ده نموذج يعني قدر انه يبني نفسه، ساعات كتير بنبقى ضده. يعني خلينا ناخد مثلا، بما ان في كوره بتتلعب دلوقتي، محمد صلاح. محمد صلاح ما فيش حد في مصر ما بيحبوش، بالظبط. بس برضو تحس ان هو لو في بس حاجه برضه ما حصلت كده ترحموش، ما ترحمش، ما ترحمش. وتلاقي اللي كانوا بيشكروا فيه جدا جدا هم نفسهم برضو اللي في بيتكلموا عنه فتره مش كانوا كويس. بيدمروه نفسيا، والكلام ده كان قريب، من ايوه. كام شهر. اه. كان في حمله ممنهجه لتدمير محمد صلاح. ايوه. ليه بدل ما نحتفي ويبقى يعني كده مثل لشباب كتير قوي وبيحبوا الكوره وبيحبوا محمد صلاح، ليه برضو بنقسى قوي على الشخصيات اللي زي دي؟ بصي، ده تطرف في المشاعر اولا، اللي هو يا بحبك قوي يا بكرهك قوي. تاني حاجه انه ده انسان طاقته معكوسه برضو، لانه اللي سمح له ضميره انه يدمر حد زي يعني محمد صلاح ده في حته لوحده خالص. يعني احنا عندنا امثله كتير للنجاحات او للناجحين اللي بيتحاربوا. لكن مع احترامي الشديد للجميع، يعني محمد صلاح ده في حته، صحيح. وبعد كده يجي اي حد تاني. ايوه، لانه حقق حاجه ما اتحققتش. بالظبط. هو محافظ على اخلاقه وقيمه، ما سمعنالوش فضايح بعد الشر، ولا سمعنا له حاجه من الحاجات بتاعه نقط الضعف اللي بتحصل في اوساط معينه زي اوساط الكوره. هو متدين مهذب ناجح، طلع من بلده، يعني برضو مش واخد حقه، كان بيدور على فرصه وربنا نصره. وعمل لمصر كتير جدا، وعمل خير كتير جدا. فيعني اللي اتعمل في محمد صلاح ده يمكن يبرد نار الناس التانية. فاهمه قصدي؟ يعني تخيل يا جماعه محمد صلاح اتعمل فيه كده، فانتوا لما يتعمل فيكم كده يعني ابتسموا. يعني ابتسموا. لكن في الاخر انا عايزه اقول انه اللي بيعمل كده ده يعني ده ضد الانتماء لوطنه. لان انت لما تبتدي يعني تقتل قتل بطيء وتختال نفسيه انسان. اصل الانسان عباره عن نفسيه. يعني كل الامراض المزمنه اللي ملهاش علاج في الطب هي امراض نتيجه ضغوط عصبيه، زي القولون العصبي والمعده العصبيه والضغط والسكر، بعد الشر الجلطات. الحاجات دي بتيجي من ايه؟ بتيجي من لحظه الضغط. انفعال او حزن شديد. صح. فاذا يعني عايزه اقول ايه، يعني انتوا ليه ما فيش رحمه؟ لازم يبقى في رحمه. انتوا بتصفوا الانسان، بتصفوه بسم بطيء اسمه ازاي ادمرك نفسيا. لان خدي بالك انه شخص زي محمد صلاح برضو جزء من قوته احساسه بتقدير الناس ليه من شعبه. اوكي. فلو حس فجاه انه شعبه وانتمائه لبلده اتقلب عليه كده، يعني اللي هو دوسنا على زرار، ده شيء مميت بجد. طيب خلينا لان انا بشوف برضو الشخصيات اللي زي محمد صلاح، محمد رمضان ده انا عايزه اتكلم عليه، وشيرين عايزه اتكلم كتير. هنتكلم عليهم. انا بحس برضو انهم ممكن يقدروا انهم يعني يعالجوا نفسهم، لان هو برضو شايف نجاحاته وشايف يعني يقدر شويه يحمي نفسه. لكن عايزين نشوف الناس اللي ممكن ان هو يتم التنمر عليهم وهم مش عارفين يعملوا حاجه، زي نماذج سيدات كتير ممكن تكون عايشه حوالينا، حاجات كتير بنشوفها في حياتنا. خلينا نشوف مشهد من تحت الوصايه والنموذج كمان اللي منى قدمته. أوكي. وده برضو تنمر على المرأة بشكل كبير، حتى بعد ما القضية أثارت قعدوا يقولوا لا الستات ما ينفعش تبقى وصية. نشوف المشهد ونرجع نتكلم. بعيدا يعني ممكن عن المسلسل، ساعات كتير قوي بنشوف ان ممكن سيدة تكون في مجتمع نوعا ما ذكوري، لما بتثبت نفسها وبتنجح هم ما بيبقوش بيساعدوها، بالعكس ده بيبقوا ضدها. بصي، ده في المجتمعات الشرقية بس. ده مش موجود في اي حته على الكوكب ما عدا المجتمعات الشرقيه.
المرأة بيتبص لها دلوقتي، احنا بنحاول نغير القوانين وفي خناقات في مجلس الشعب ومجلس الحاجات علشان يعني على اي اساس ان المرأة ما تبقاش مسؤولة عن ولادها؟ يعني دي حاجة انا مش فاهماها. لا بعيدا حتى عن القضيه دي بالذات، عموما ازاي احمي نفسي؟ يعني عايزين نشوف الحل. انا مثلا دلوقتي شغاله في مكان والمكان كله رجاله، والرجاله مش بلعه قوي زي ما بنقول نجاحي، اعمل ايه؟ انا اسفة، الكلاب تعوي والقافلة تسير. ملهاش حل تاني. ودايما باخد حكمة الجحا والحمار، اللي هو انت عشان ترضي الناس يا منى مستحيل. ده يا جماعة قاعدة عامة كده، مستحيل. لازم ناس هتتفق معاكي وهتدعمك وناس هتختلف معاكي، ولا يختلف معاكي يبقى طول ما انت ناجحة هيبقى اعدائك اكتر بكتير. تمام، سواء كانوا رجالة او ستات على فكرة يعني. فهي ازاي احمي نفسي من المجتمع؟ اني اركز في نفسي فقط. ده الحل العلمي وده اللي بيعلموه لنا في الحاجات اللي احنا بندرسها. ركز في نفسك. بخطوات شكلها ايه؟ بخطوات ان هو اثق الاول، اسال نفسي اللي انا بعمله ده انا مقتنعه بيه وصح وبالنسبه لي ده انسب حاجه ودي الحاجه الوحيده اللي اعرف اعملها. لو الاجابه نعم، خلاص انا مش هسمع لاي حد وهركز وهابدع في اللي انا بعمله مهما حصل. تمام. ليه بقى؟ لانه الطاقه بتاعت الانسان بتروح مطرح ما انا، يعني الطاقه دي بتتجمع حسب الفكره بتاعتك. فلو انا افكاري على نفسي وبشتغل على نفسي وواثقه في نفسي، طاقتي بتبقى عاليه وبدعم نفسي بالانرجي. الانرجي بتروح مطرح ما الانتباه بيروح. تمام. فلو انا منتبهه على ان انا ضعيفه ومضطهده والناس بتحاربني ومش هينفع وهيقتلوني وهيتكلموا في شرفي والجو ده، هيعملوا كده فعلا. هما بالظبط هيعملوا كده. ده اسمه قانون الجذب. اما اذا انا وصلت مع نفسي ان انا مقتنعه جدا باللي انا بعمله، وانه انا بني ادم يعني عنده قدرات وعنده عقل وعنده حكمه وعنده علم وعنده معطيات معينه، فانا هستخدم كل النعم اللي ربنا ادهاني في شخصيتي علشان انجح في اللي انا بعمله. فكل ما انا طاقتي عليت من جوايا، كل ما انا حميت نفسي اكتر. ربنا قال في القران الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ ما بانفسهم، مش اللي حواليهم. فلازم ده المنهج اللي اداهولنا ربنا. ركز على نفسك، اشتغل على نفسك، غير من نفسك للاحسن. طول ما انت بتعمل منهج ربنا بطريقه علميه، انت كده بتحمي نفسك وبتحمي هالتك وبتحمي طاقتك وبتحمي نفسك من قانون الجذب السلبي اللي هم بيحاولوا ياخدوك ليه. يعني ما اسمعش كتير، ما اهتمش باللي هم بيقولوه، افضل مركزه مع نفسي خالص. لو انا قاعده النهارده مركزه ان انا بتحارب وانه مش عارفه هيعملوا لي ايه، مش هطلع من بيتي يا منى. مش هطلع من بيتي. انا بتكلم عن نفسي بجد. بجد. لانه ما فيش حد فينا هم قدروا يحاصروكي يعني بكلامهم السلبي، بتصرفاتهم السيئه. يعني انا بقول لهم خلاص بقيتي مشغوله. انا قلت لهم بقى اتفضلوا خدوا اللي انتوا عايزينه وانا هعمل اللي انتوا عايزينه وهقعد في البيت مش هخرج. طب ده كلام؟ لو انا بقى عايزه اخد الكلام ده واتكلم بيه على محمد رمضان. تمام. انا مش هتكلم على المسلسل. عن شخص محمد رمضان. انا عايزه احلل، لانه محمد رمضان انا بحترمه جدا كفنان، لانه هو موهوب فعلا ولانه ناجح فعلا. هو عنده الستايل بتاعه، هو شخص محترم، ما عندوش واسطه. بنى نفسه من تحت الصفر. من تحت الصفر. كلنا شفناه في المسرحيه لما كان ضيف شرف طلع قال كلمتين. يعني هو انسان مش بيتكسف من اصوله البسيطه. هو بار جدا باخواته وبعيلته واهله، عشان كده ربنا كرمه على فكره. اكيد. وهو فعلا عنده موهبه، يا الا ما كانش عمل كل الحاجات دي. وموهبه كبيره كمان. كويس قوي. محمد رمضان ليه مستفز شريحه من الناس. ليه بقى؟ التفكير. انا النهارده بحلل شخصيه محمد رمضان لعده اسباب، عشان الناس اللي مش واخده بالها او يعني من الناحيه العلميه فتنتبه ان هو بيعمل ايه، هو بيعمل ليه كده. تمام. في علم كبير اسمه البرمجه اللغويه العصبيه. تمام. يعني انت بتعرفيني بتقولي استشاري الصحه النفسيه عضو المجلس الامريكي للمستشارين النفسيين، هي بين قوسين هي البورد الامريكيه. تمام. البورد الامريكيه دي هندرس فيها 4 حاجات: البرمجه اللغويه العصبيه، والتنويم بالايحاء، والكوتشنج اللي هو اللايف كوتش، وحاجه ثانيه اسمها العلاج بخط الزمن. تمام. بدول انا امل محسن دي اللي بقالها تقريبا داخله على 20 سنه في ويعني وعندي شهاداتي بتجيلي من بره وكده. فاللي انا هتكلم فيه ده من صميم دراستك.
اتفضل. احنا بنتعلم ايه في البرمجه اللغويه العصبيه؟ انه الانسان عباره عن مجموعه من الافكار والمعتقدات. الافكار والمعتقدات دي بينتج عنها مشاعر، المشاعر دي هي بتبقى الحافز للسلوك بتاعك لتصرفاتك. لما بتروحي الكوتش تقولي له مثلا انا مش ماشيه في شغلي كويس، عندي تعثرات في شغلي، انا مش حاسه ان انا متقدره كفايه، ما عنديش ثقه في نفسي، مش عارفه ايه، يبتدي يقول لك ايه؟ ركزي على انت عايزه تبقي فين. مثلا عايزه تبقي اهم مذيعه في الشرق الاوسط، هيبتدي يعمل لك توكيدات نفسيه تنامي عليها وتسمعيها بكذا طريقه، يعني بتقوليها وبتسمعيها، وممكن تعملي عليها حاجه اسمها تايبنج، وممكن تدخلك في سيشن عن طريق الهيبنوزس. ليه؟ عشان انا هنا بعمل اعاده برمجه من شخص سلبي مش شايف غير انه قليل وفاشل وفقير وضعيف ومش محبوب ومش هتجيله فرصه طموحه بالظبط. بشيله، بعمل له ديليت لكل الجمل، بمسح الافكار دي وازرع افكار عكسها. ومش بس ده، انا بخليه يشوف نفسه على شاشه بخياله انه ان هو فعلا انا دلوقتي اهم مذيعه في الشرق الاوسط. اشوف نفسي على شاشه وابتدي اتخيلها بالصوت والصوره وبالحواس، واتحد مع الصوره وابقى معاها واحمد ربنا ان انا وصلت لها جوه السيشن. يعني هحس اتخيل ان انا كمان وصلت للمكان اللي انا عايزاه. وتحمدي ربنا على انك وصلت لها. طيب. والتكنيك ده بنفضل يعني الثيرابيست بيعمله في السنتر او في المكتب او whatever يعني، وبعدين بيدي زي روشتة مكتوبة للعميل انه ازاي يوصل للجول بتاعه، انه كل يوم هيعمل التكنيك بشكل معين لوحده، هيقول الجمل دي ينام عليها، بيبقى كاتب له السكاديول اللي يمشي عليه عشان يحقق اهدافه. تمام. انا من تحليلي كده لشخصيه محمد رمضان، بدات اتابعه قريب مش من بعيد، يعني اخر مثلا نقول 3-4 سنين. تمام. وكان مستوقفني، هي ليه ناس كتير قوي ضده وليه ناس كتير معاه، فانا كنت عايزه افهم فين الموضوع. تمام. فبتحليلي انا اللي انا قلته ده دلوقتي، هو محمد رمضان بيعمل كده بالظبط. ده يا اما هو قاعد مع كوتش او حد قال له ان الانسان يساوي افكاره، يا اما هي منحه من ربنا بقى طريقته، يا اما بقى جات له بالفطره بجد. الانسان يساوي افكاره بالظبط. الانسان يساوي افكاره. انت بتفكر ان انت نمبر 1 فانت هتبقى نمبر 1. انت اما بنعمه ربك فحدث. انت كل ما تعمل نجاح بتحمد ربنا وبتطلع تقوله وبتطلع تشو ده بشكل او باخر علشان الناس تبقى انت قدوه ليها. تمام. المشكله يا منى مش هو محمد رمضان بيعمل، المشكله احنا بنستقبل ازاي. طبعا احنا ده في كل قاعده ليها شويه، في ناس فاهمه اللي انا بقوله كتير وعارفه انه الراجل ده يا ريت كلنا نعمل زيه، هو متبع الخطوات العلميه للنجاح. يعني فكره ان انا بطلع بظهر نجاحاتي، بظهر الثروه اللي انا وصلت لها، بظهر طبعا مكانتي، بظهر طبعا حب الجمهور ليا، ده كله ما ناخدوش فكره ان هو انا مغرور او انا شايف نفسي. لا يمت للغرور، بس ان هو بطبيعته لما انا شفته في برنامج، يعني لو مسموح اقول اسم البرنامج، شفته مع الجميله منى الشاذلي ومع اولاده ومع كده، انا كنت اول مره اشوف له حوار كده يعني الحقيقه. فانا كاستشاريه نفسيه وكحد مراقب محمد رمضان، وبالنسبه لي حاله احب احللها، وكل حاجه بيعملها ليها قعدات عندي ممكن نقعد نتكلم فيها كتير. فقعدت اشوف انه على طبيعته جدا. اولا انا بعرف في لغه الجسد، ده جزء من شغلي. فهو صادق جدا، متواضع جدا، خجول، ودود جدا. برضو لما تشوفيه مع اولاده عامل ازاي، هو طفل زيهم. يعني في كده يا جماعه حاجات بتعلمنا ازاي نفهم البني ادمين اللي قدامنا. يعني عايزه تعرفي حد كويس، مش لازم مش كفايه تعرفيه هو معاكي ازاي. لازم تشوفيه في وسط اسرته وفي وسط اصحابه ومع الناس. قد ايه لما بينزل بعربيته والناس تتلم عليه بيبقى متواضع وبيتصور مع الناس. عمرنا ما سمعنا انه زق حد ولا قهر حد ولا
بالعكس هو عارف ان راس ماله حب الجمهور ليه. لا وسجلت انا معاه كمان اكتر من مره في بدايته وكمان ابعتي لي اللينكات من فضلك. انا شفت بقى، انا بدات اتابع لطيف انه وحتى لما بيجي يبقى في وسط مهرجان او حاجه وبيصد، يعني مش قادر انه يتصور يتواصل مع الكل، العدد ده كله، بيبقى بشكل لطيف قوي. ايوه هو مهذب جدا. فهو يا جماعه ليه انتوا عايزين تشوفوا انه في كل صوره يا بنتي ليها ناخده كنموذج ناجح. ليه الناس عايزه تشوف الجانب، يعني لما تشوفوا حاطط فلوس جنبه في الطياره، ليه انتوا بتترجموها على انه بيغيظ الدوله؟ يا نهار اسود انتوا عايزين تنفوا الراجل يعني للدرجه دي انتوا عايزين تصفوه؟ ده مثل لشاب عصامي وهو في الجيش لما كان بيأدي الخدمه العسكريه كان فخور جدا بيها، وكان بيسوق واعتذر عن مسلسلات وعن شغل. الحاجات دي تحترم جدا، انتوا ليه مش بتقولوا بقى الحاجات دي؟ يعني انت تقصدي ناخد الجانب الايجابي ان انا بنيت نفسي، وان لو معايا فلوس انا جايب فلوس من شغل. بالظبط. انا لما اطلع اقول انا احسن استشاريه نفسيه في مصر، ابقى انا كده بتقالط على الناس؟ لا انا بقدر نفسي صحيح، وعقلي اللاواعي هو هينفذ اللي انا بقوله ده. فمحمد رمضان لاي حد دارس NLP ارجوكم يعني راجعوا كده المنهج. ايوه، وشوفوا هو بيعمل ايه من الكتاب، وناخده نموذج لانه مثل اعلى لاي شاب عاوز يوصل، وصل من تحت الصفر. فيا ما شاء الله ربنا يزيده. انا بدعمه وبدعم شيرين عبد الوهاب وبقول لها ما يهمكيش، وبدعم كل الناس اللي بيحصل لها تنمر. يعني بصراحه اتقوا الله.